شيئا فشيئا بدأ ينتعش قطاع البنوك التجارية في الصومال، والباكورة هي تدشين هذا المصرف الفريد في خدماته هنا، وهذا بمشاركة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الذي عبر عن أهمية مشروعات كهذه في إنعاش الاقتصاد ودفع عجلته. أشيد بهذه الخطوة التي قام بها التجار الذين استثمروا في هذا البنك، وأدعو التجار الصوماليين خاصة أولئك الذين توجد استثماراتهم في الخارج إلى الاقتداء بهؤلاء، لأن هذه البنوك مهمة لتعزيز اقتصادنا، والحكومة مستعدة للتشجيع والتعاون في مثل هذه المشاريع. ويشمل نشاط البنوك التجارية خدمة بطاقات الائتمان وتركيب أكثر من 5 صرافات آلية في أماكن مختلفة من العاصمة كخطوة أولية، بالإضافة إلى تمويل مشاريع استثمارية ومنح قروض لفترة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات، والتحويل السريع للأموال من الصومال وإليه. اهتمام البنك ينصب على المساهمة في دفع النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد من خلال توفير خدمات متنوعة نتمنى أن تنعش قطاع الأعمال. وكان نظام الحوالة الذي يعتمد عليه نحو 40% من الأسر الصومالية الطريق الوحيد الذي يمكن للصوماليين في الخارج من تحويل الأموال إلى عائلاتهم داخل الصومال. أعتقد أن البنوك التجارية ستساهم في التنمية الاقتصادية كاستثمار المزارع والأعمال التجارية الصغيرة وتشجيع المستثمرين الأجانب، وهو ما يوفر فرص عمل كثيرة وينعش السوق المحلية. 5 بنوك تجارية بدأت حتى الآن خدمتها في الصومال، وقد تبقى الظروف الأمنية التحدي الأكبر في جهودها للتوسع، وهو ما يفسر انحصارها في المدن الرئيسة التي تتمتع باستقرار. عودة خدمة البنوك التجارية قد تساهم برأي المراقبين في تسهيل وتحسين التعاملات المالية في البلاد، كما تعد دفعة قوية لعجلة الحياة الاقتصادية التي ظلت متوقفة منذ أكثر من عقدين. عمر محمود، الجزيرة، مقدشو.